السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، قناه ام ريتاج للطبخ وكل ما يخصك سيدتي. اول حاجه غادي نبداو بها الصلاه والسلام على سيدنا محمد. غادي نشارك معكم اليوم ورقه ديال البسطيله بمكونات بسيطه وسهله وكتوجد في الحين، فمن الاحسن اننا نوجدوها في الدار. غادي نحتاج هنا واحد 4 الكؤوس ديال الدقيق الممتاز من النوعيه الجيده. غادي نحتاج واحد ربع كاس ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الملحه واطرو ديال الماء يكون غير من الصنبور. غادي ناخذ دابا الدقيق، غادي نغربلو في هاد الصفايه. غادي ناخذ الدقيق، غادي ناخذ كاس، غادي نعبر 4 الكيسان ديال الفورص. ضروري انكم تغربلو باش ما يبقاوش هاد الكويرات ديال الدقيق، يجينا الخليط ديالنا متجانس. غادي ندير الملحه، وندير الزيت، وغادي ندير الماء باش غادي تخلط. وغادي نخلط بهذا الطراب اليدوي. في الاول غادي نزيد الماء، خاص انا الخليط ديالكم يجي بحال الكريب، ما يكونش ثقيل ما يكونش ثاني جاري بزاف، بحال هذا الشكل. صافي غادي نبقى عليه حتى يتخلط مزيان. صافي غادي نعاود نخلطو دابا بالميكسور باش يتطحن ليا مزيان، ما يبقاوش فيها التكتلات ديال الدقيق. صافي الخليط ديالي من بعد ما طحنته كيجي على هذا الشكل في القوام ديالو. هانتوما صافي تطحن مزيان، ما تيبقاوش فيه التكتلات ديال الدقيق بلا ما نحتاج انني نصفيه. صافي غادي ندير دابا المقله تسخن. غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها الماء سخون حتى تغلى، وغادي ناخذ المقله اللي ما كتلصقش، هذه اللي كنطيبوا بها البغرير. غادي نحطها على الكاسرونه على شكل حمام مريم. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غادي نمسحها بواحد المنديل باش انها ما تلصق لياش. صافي غادي نخليها حتى تسخن. غادي ناخذ المقله من بعد ما سخنات، غادي ندير فيها الخليط على هذا الشكل، وغادي نحاول انني نوزعهم. وهذا الفائض غادي نردو لهذا الخليط باش تجينا رقيقه بحال هذا الشكل. صافي غادي نحيد هذا الزائد بالاصبع ديالي باش تجينا الورقه ديالنا مخده. صافي على هذا الشكل كتجينا الورقه ديالنا شفافه كيف ما شفتوا. غادي نخليها دابا طيب، ومن بعد غادي نحيدها وغادي نوري لكم كي تجي. كتجي على هذا الشكل. غادي نحاول انني نحيدها من الجناب، ما نخليوهاش طيب بزاف تجينا قاصحه، خاصها تبقى طريه. غادي نجر هذا الجناب وكتحيد بسهوله كيف ما شفتوا كي تجي. تتجي ناجحه 100% وشفافه، انا يدي تتبان من التحت. صافي غادي نحطها وندهنها بشويه ديال الزيت ونغطيها ببلاستيك باش تبقى رطبه. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت باش تبقى رطبه من هاد الجوانب، وضروري نغطيوها ببلاستيك باش يرد عليها داك الصهد. صافي وتتبقى عندنا مده طويله، واخا اننا نديروها في المجمد فيما نبغيو نستعملوها تنجبدو نديرو منها.
نفس الطريقه غادي نزيد واحده اخرى. غادي نحاول انني نوزعو، والباقي اللي تيشط غادي نردو للخليط. غادي نحيدها كيف ما شفتوا كتجي ناجحه، ما تخافوش منها. ها نتوما الشكل النهائي ديالها كتجي شفافه، واليد ديالي كتبان من التحت كيف ما شفتوا، وتتجي رطبه ما تتهرس ما والو. صافي غادي ندهنها دابا بالزيت. غادي نربط عليها البلاستيك باش تبقى رطبه بحال هذا الشكل. صافي غادي نخليها حتى هي طيب. وفي على هذا الشكل فتتبدا تبان لكم ان الحراره كدوز ما بين المقله والعجينه. ملي كتشوفوا الجناب بداو تيتحيدوا صافي تتحيدوها، تجيكم سهله في التحييد. هانتوما كيف كتجي رطبه ما كتهرس ما والو. صافي غادي ندهنها دابا بشويه ديال الزيت ونغطيها بالبلاستيك. هانتوما من بعد ما كملتها كيف كتجي ناجحه 100% وتتجي شفافه وانتم رقيقه، كتنجح معكم من اول استعمال. يعني حتى وحده فيهم ما ضاعت ليا ولا تكسرات او لا تقطعات. كتلوح كميه كثيره. بعد ما كدهنوها بالزيت ما كتلتصقش، كتفكوها بسهوله. نتوما توجدوا بها بريوات مالحين اولا حلوين اولا لي سيجار معمرين بالخضره والكفته، تيجيو بنان. توجدوهم من الفطور. هانتوما كيف تتجي. صافي هذه هي النتيجه ديالها. صافي الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك وتعليق يكون زوين بحالكم.
وإلا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا القناه ما تنساوش تابوناو في القناه باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه، لا فيديو لاحق ان شاء الله.